أصدقائي المشاهدين بكل بيت، أعزائي المتابعين بكل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بطل مردين فيديو جديد. حبايبي كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. تحياتي لكم، أهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة وفيديو جديد. بداية يا جماعة الخير كالعادة خلينا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي بدون مقدمات، فيديو اليوم بتوقع راح يكون كتير 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 مسلي بسبب الرسالة اللي وصلتني من تونس ومن أختنا ريم. ريم بتقول: تحياتي أخي العزيز باتو مارديني، أنا متابعتك ريم من تونس. شوف هذا الفيديو وأتحداك ما تنصدم. بنات صغيرات يضعون المكياج باحترافية أفضل من الكبار. الله الله. ويوجد مفاجأة داخل الفيديو، أتمنى لك كل الخير وتوصل للمليون. الله يسعدك يا ريم، تحياتي لك وتحياتي لكل أهل المغرب العربي بشكل عام، مو بس تونس والجزائر وليبيا ومغرب، كل المغرب العربي. تحياتي لكم، يخلي لي قلبكم، وكل حدا كمان بيتابعني أصدقائي. ما بعرف البنات الصغار كيف بيحطوا مكياج، ماني عامل رد فعل قبل على هذا الشيء. متحمس شوف هيك فيديو اصدقائي، واذا انتم كمان متحمسين حطوا لايك على هذا الفيديو. ستي بسلم عليكم كثير السلام، واذا انت جديد وعم تشوفني لاول مره وحبيتني من اول نظره فبتمنى منك تشترك وتفعل زر الجرس، خلي لي قلبك. خلينا نكبر هالعائله الحلوه لاكثر عدد من المشتركين باقرب فرصه. هلا اذا انتم جاهزين شدوا الاحزمه، ليتس جو. اوكي اصدقائي، خلينا نبلش الفيديو مع هالفصعونه الصغيره. عم تفرجيني هلا المنتجات اللي راح تشتغل عليهم. خلينا نشوف كيف راح تحط مكياج. بداية جلغمة وشها. اوه. بداية اكله بوكسين يعني من فوق عيونها. هي الفريزة السوداء. البنات الصغار بحس انهم بيحبوا المكياج اكثر من الكبار. عن جد شغلها احترافي بتحسه. ميك اب ارتست. ابدا فنانة. لنشوف هي نايمة. هي عمرها اصدقائي 5 سنين 4 سنين يمكن، بس في حدا عم يساوي لها مكياج كمان صغير. لنشوف كيف راح تطلع. اوكي، كانت كاكاو صارت حليب. صارت بيضة. عم تضحك على حالها طبعا هي. لا حرام يعني، وشها هالبنوتة الصغيرة معقول كل هالمكياج على وشها؟ حرام. حطوا لها رموش كمان. بس ليك هي عن جد فنانة. هي أكتر من هديك. واو شوف الشعر. نايس. عن جد عجبني. لنشوف هي عم تحط لحالها إذا هي كمان محترفة ولا لا. لا. هي مثلي أنا لما كنت آكل معكرونة وأنا صغير، جلغم حالي كامل. شكله في حدا غاصبها على المكياج يا جماعة. يا مو هيك مو هيك. نص المكياج على وشها والبودرة، ونص الثاني على الأرض. لك شوي شوي طلعت عيونك. عجبتني هاي الحركة تبعها. لا. بحياتي ما شفت هيك مكياج. نشوف هون الأخ كارل. يخرب بيتك شب هذا. كراينج يعني هلا هيك عم تبكي. والله ما في داعي للمكياج، انت بتجنن بلا مكياج. كتير كيوت يعني. انا بصراحة ضد الشباب والمكياج، يعني هلا هذا صغير يمكن، بس بعيدا عن كل شيء انا بكره الشاب اللي بيعمل مكياج. طبعا حرية شخصية يا جماعة، بس ما بحب يعني. حطيت شو اسمه، الرموش اللي
مروحة ما شاء الله، فيك تطير فيهم. خرب ديارك، قلبت بنت. قلب بنت نظامي. باي. لنشوف هالنوع جاي الشوكولا. في حدا راح يشتغلها، بتوقع راح تطلع كتير حلوة لأنه تراسيمها كتير حلوة أصدقائي. وين اسنانها؟ اسنانها القدمانيين اكلون الفار. خرب بيتكن والله حرام، يعني هدول البنات صغار صغار، حرام تركبوا لهم رموش وبطيخ لك 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 لك. عملوا لها الايلاينر بس تبع التم. قلبت كلوديا شيفر. شو بك عمو انت؟ حبيبي روح العب لك شي لعبه تسلى فيها، غير روح العب لك بلاي ستيشن شغله عمله. كمل دراستك. عزوم رفقاتك على سندويشتين فلافل. ليش هيك عم تمكيج انت؟ خلص الموضوع ما عاد في رجعه، ما دام هدول صاروا حمر فخلص. ليش عم تفرجينا يعني؟ شايف حالك هدى بيوتي؟ اوكي. لا يعني كمان مانك معلم، ما بعرف، انا ما عجبني. احلى شيء لهلا هذيك البنت اللي جلغمت حالها، خبصت ام الدنيا. بالنسبه للشباب لما عم تحطوا حمراء شو عم تحسوا؟ ما بعرف. باي روح يلا روح. ها، نشوف هاي نوقاية تانية، بس هالمرة اللي عم يحط لها مكياج كبير بالعمر، لأنه مبين من السجادة اللي راسمتها على إيدها. هاي حلوة عندها أسنان. عم تنقي الألوان كمان، أوكي. يا ريم على أساس بنات هن اللي يضعوا المكياج، هلا في اثنين ثلاثة منهم إيه، بس هو في هدول عم ينحط لهم مكياج. ما بعرف، الصغار بحس انه جمالهم رباني، يعني ما في داعي لا للمكياج ولا للغش ولا للغش التجاري ولا لكل هالشغلات. بنات الصغار بدون ما يحطوا اي شيء بجنن. بس صار عمرها 15 16 بلشت تحط مكياج خلاص. يا احول، ما قلت لك روح كول فلافل؟ شو جابك مرة ثانية انت؟ يا عمو روح. روح على المسبح. مصمم تفرجينا مكياجك؟ مصمم. يا اخي روح خذ لك دورة بالبسكليت مشان الله. مقضية عم تفتح لي علب وعم تفرجينا الوان. يخرب بيتك على الحمراء. ايه وشو حاسس هلا؟ غبي اصلا، فريقنا ناقص. رحت لعند البنات كمان؟ بدك مرة ثانية انت؟ خلص ندائي لابوك، طلعه من المدرسة وخليه يشتغل عند كوافير كرمال يصير ميك اب ارت. هلا اوكي لما عم بيحطوا على عيونهم، بس ليش عم يعملوا تمهم هيك؟ مع هالحركة اللا ارادية ما فهمتها. خلص باي روح. خلصت الفيديو كمان؟ يخرب بيتك. خلص فيك الفيديو يعني. اوكي اصدقائي، هذا كان الفيديو. تحياتي لك يا ريم، تحياتي لكل الشعب التونسي، تحياتي لكل حدا بيتابعني ووصل معي لهون بالفيديو اصدقائي. بصراحة هلا بداية الفيديو اول مقطعين ثلاثة كثير كانوا حلوين، بعدين كمان كان في مكياج بالموضوع، بس هذا شايفينه هذا الاحول. هذا اللي خرب الفيلم، انا زعجني. بس الفيديو كان حلو بشكل عام. شكرا مرة ثانية يا ريم. اكثر شيء عجبني بالفيديو البنت اللي جلغمت بحالها وساوت وعملت كأنه عم تاكل معكرونة وعبت حالها.
فما بعرف انتم كمان شو رايكم، اكتبوا لي رايكم اصدقائي بالتعليقات. يعني كيف بتشوفوا موضوع مكياج البنات الصغار؟ انتم مع او ضد؟ بتشوفوا هذا الشيء حلو ولا لا؟ انا بالنسبه لي بشوف البنات الصغار حلوين بعفويتهم، يعني حلوين بجمالهم الرباني، ما في داعي ابدا يحطوا مكياج، لانه ما في داعي انه يغشوا حدا، هن اصلا حلوين. بس البنات الكبار بيغشوا لما بيحطوا مكياج. تم القصف بنجاح. اوكي اصدقائي، بكون وصلت انا لنهايه الفيديو. شكرا كثير لكم لمتابعتكم، بشوفكم ان شاء الله بكره بفيديو جديد. بس كالعاده اصدقائي، روابط حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عم تطلع هون، واهم شيء الانستغرام. تفضلوا تعوا وعملوا لي متابعه على الانستغرام، وراح تشوفوا الرابط كمان بالوصف وباول تعليق. واذا انت جديد وعم تشوفني لاول مره، فبتمنى منك تشترك وتفعل زر الجرس. خلينا نوصل لاكثر عدد من المشتركين باقرب فرصه. هلا ما فينا لكم غير ديروا بالكم على حالكم، يخلي لي قلبكم. بشوفكم ان شاء الله بكره بفيديو جديد. كان معكم اخوكم باتو ماردين. Catch 'em all.